مرحبا. وفي هالفيديو راح أعرض لكم مختصر وأشرح لكم فيه الطريقة الصحيحة لتتخلصوا من الكرش والدهون الزايدة بجسمكم وتنالوا أخيرا جسم رائع وبطن مشدود. راح أوضح لكم كمان عن الأخطاء الشائعة اللي دايما بتبعدكم عن تحقيق حلمكم بالجسم المثالي. في البداية راح أحكي لكم قصتي، وبعتقد إنها قريبة من قصتكم، قصة أي شخص بيعاني من كرش أو وزن زايد بغض النظر إن كان شاب أو كانت بنت. راح أعطيكم الحل اللي توصلت له، الحل المذهل اللي مطبقه لحد الآن. بدأت قصتي لما كان عمري 18 سنة. وقتها كنت مع صاحبي عمر في المسبح. كنت خجلان أشلح ملابسي بسبب منظر الكرش، لكن صاحبي عمر كان جسمه مشدود وعنده عضلات بطن واضحة. كانت أول مرة بشوف فيها عضلات البطن. الموقف هذا خلاني أرجع للبيت وأعمل 1000 تكرار لتمرين البطن كل يوم عشان أعمل عضلات مثله. وبالفعل حاولت، لكن بدون فائدة. حتى إني سجلت مع عمر بنفس النادي، لكن اللي حيرني في عمر إنه ما بيهتم بأي تمرين للبطن. حافظت على تمريني وجربت أنواع كتير من تمارين البطن، لكن بدون أي نتيجة. حتى إني جربت أنواع من الحبوب والمكملات، ومع هيك ما شفت بطن مشدود. بالعكس، كان يزيد وزني خصوصا في منطقة الخصر. بالآخر بديت أفقد الأمل، حتى إني صرت ألوم الجينات في جسمي. واللي بضحك إني كنت أخدع نفسي، والسبب الوحيد إني ما قدرت أوصل لنتائج مرضية كان جهلي في الموضوع. أنا هلأ شخص مختلف تماما، عملت بطن وجسم مشدود، بس بعد كم أسبوع من اتباعي للنظام اللي راح أوضح لكم إياه في هالفيديو. أنا ما بحكي عن حبة سحرية أو أي إشي من المنتجات اللي بتحاول تخدعك على شاشة التلفزيون مثل أحزمة التنحيف أو أجهزة البطن. اللي بقدمه هو مجموعة خطوات ومفاهيم عن التمرين والغذاء ونوع الأكل اللي راح تغير جسمك بشكل رائع وملحوظ. طيب، إذا كنتم مثلي يمكن حاولتوا تعملوا تمارين للبطن لفترات طويلة في النادي أو في البيت، وبالغالب أنتوا الآن تبحثوا عن أفضل تمرين لشد البطن. الحقيقة اللي ما بعتقد إنكم تعرفوها أو سمعتوها من قبل، أفضل تمرين بطن ممكن تلعبوه هو إنكم ما تلعبوا أي تمرين بطن. غريب مش هيك؟ أنا بقول لك كيف. السبب الوحيد اللي ما بيخليك تشوف عضلات بطنك هو وجود طبقة من الدهون فوق العضلات. يعني لما تعمل تمرين لعضلات البطن بشكل مباشر بيزيد حجمها وبتكبر مثل أي عضلة، لكن تحت طبقة الدهون، وهيك للأسف بيصير عندك بطن أكبر مش منظر عضلات. طبعا الدهون في الجسم تختلف عن العضلات، ومعروف إنها بتتوزع في كل أنحاء جسمك بنسب مختلفة، ومن المستحيل علميا إنك تستهدف منطقة واحدة في جسمك لتحرق دهونها. يعني ما بينفع إنك تلعب تمرين بطن لتحرق الكرش. اللي عليك تعمله هو إنك تخفف نسبة الدهون في كل جسمك، يعني بشكل عام. أوكي، يمكن تتساءل كيف بدك تقلل نسبة الدهون في جسمك؟ الجواب ببساطة، ضروري إنك تحرق سعرات حرارية أكثر من السعرات اللي بتاخدها. والسعرات الحرارية اللي بتحرقها تعتمد على عاملين رئيسيات، وهم معدل الأيض في جسمك واللي بيشكل 75%، ومقدار النشاط اللي بيشكل ال 25% الباقية. يعني إذا بتعتمد على تمارين مثل الجري على تريدميل أو الدراجة وغيرها، فأنت بتركز على السعرات اللي بتحرقها خلال التمرين. لكن الأولى إنك تركز على التمارين اللي بتحرق السعرات الحرارية بعد التمرين. هذا الإشي يسمى علميا ب after burn، وهي السعرات الحرارية اللي جسمك بيستهلكها في عملية الأيض. يعني إنك تخلي جسمك بحاجة دائمة لطاقة لبناء الخلايا، وطبعا جسمك راح يستمد هاي الطاقة من حرق الدهون. الافتر بيرن بشكل مختصر هي تمارين مكثفة وقصيرة تدمج ما بين تمارين اللياقة وتمارين الأوزان. ولتفهم فكرة الافتر بين أكثر، تخيل معي سيارتين متساويات بالكفاءة. بنسوق السيارة الأولى لمدة ساعة، بعد هيك بنطفي المحرك. بنروح على السيارة الثانية وبنسوقها بنفس الطريقة لمدة ساعة، لكن هاي المرة بنترك المحرك شغال ليوم كامل. وهلأ شو رأيكم؟ أي سيارة فيهم استهلكت بنزين أكثر؟ أكيد السيارة الثانية، بغض النظر عن المسافة والسرعة اللي سقنا فيها السيارة الأولى. وهذا المبدأ نفسه بينطبق على جسمك، وهو إنك تحفز جسمك يحرق سعرات أكثر حتى بعد التمرين وخلال نومك. يمكن جربتوا حلول كتير من تمارين ودايت،
بس أنا متأكد إنكم ما جربتوا الحل الوحيد اللي أنتم بحاجته، وهو إنكم تتبعوا نظام كامل من غذاء وتمرين كنمط للحياة. النظام اللي بحكي عنه في هذا العرض هو حقيقة الجسم المثالي، وهو النظام الأول في العالم العربي لتتخلص من الدهون وتحصل على الجسم المثالي اللي بتتمناه خلال 8 أسابيع فقط. ولأوصل أقصى استفادة جزأت النظام ل4 أقسام. في القسم الأول رح نتعلم كيف بتحدد هدفك وبتتابعه. تحديد الهدف ومتابعته هي من أهم الأمور لتكمل في البرنامج. تخيل مثلا إنك في مباراة كرة قدم بس ما بتعرف كم النتيجة وقد ايه ضايل الوقت لتخلص المباراة. بهاي الحالة ما بتعرف إذا أنت عم تحرز تقدم أو لا، ورح تخسر حماسك وتركيزك في المباراة بسرعة. رح نتعلم في هذا القسم كيف تقيس نسبة الدهون في جسمك حاليا، وتحدد النسبة المثالية اللي لازم توصل لها، وكيف ترسم أهداف أسبوعية وتتابع تقدمك أسبوع بعد أسبوع. في القسم الثاني على الحمية والنظام الغذائي جهزت قائمة من الوجبات اللي بإمكانك تقسمها على مدار الساعة، واللي راح تساعد بحرق الدهون وبناء العضلات. وأيضا راح تتعلم كيف تتابع السعرات الحرارية اللي بتاخدها. النظام الغذائي ما بيحرمك من الوجبات اللي بتحبها، لكن راح ينظمها بطريقة تسمح انك تاكل فيها اللي بتحبه، ومع هيك بتحافظ على نظامك وبتحرق الدهون. في القسم الثالث راح اشرح لك عن التمرين. التمرين ما راح يكون لساعات طويلة، راح تكتشف انه التمارين الموجودة في القسم مصممة لتكون قصيرة ومكثفة، وبتعمل على رفع نسبة الأيض في جسمك. في القسم الأخير راح نتعلم كيف بدنا نعمل من البرنامج نمط حياة. بغض النظر عن عمرك، سواء كنت شاب أو بنت، سواء كنت مشغول بعملك أو طالب في الجامعة أو المدرسة، هذا البرنامج ما راح يشغلك عن مهامك، وبالأكيد راح يخليها جزء من يومك. في النهاية اطلع على حالك في المراية، شو شايف؟ أكيد مش راضي ولا مقتنع. هلأ غمض عيونك وتخيل كيف راح يكون جسمك بعد أسابيع قليلة من هاي اللحظة. راح تحصل على الجسم اللي بتحلم تشوفه بالمراية طول حياتك. وموضوعنا مش بس الشكل، ما ننسى كمان الهدف الرئيسي لتخلصنا من الدهون، وهو الحفاظ على صحتنا. لأنه زي ما بتعرف الدهون هي سبب رئيسي لأمراض خطيرة مثل الجلطات وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. وبالتالي الجسم المشدود والمثالي هو الطريق الصح لتبعد عن هاي الأمراض، وبهيك بتكون كسبت جسم سليم من الداخل وجميل بشكله الخارجي.